السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معاكم نجلاء السعدني، وحلقة جبن بقى سهلة وبسيطة جدا في البيت، نظيفة والسعر مفيش، حاجات قليلة جدا وتوفر معاك كتير وفي نفس الوقت صحي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عملنا حبايبي من تقريبا 2 كيلو لبن ونص. ايوه 2 كيلو لبن ونص، مش مكملين 3 كيلو. عملنا 2 كيلو جبنه، بسم الله ما شاء الله، طعم وريحه احلى من بره بكتير. طعمها جميل جدا جدا، اكنك بتاكلي جبنه قشطه، وبطرق سهله وبسيطه، ما اشتريناش اي حاجه مكلفه من بره. تقدري بقى تعمليها سندوتشات، تقدري تحطي عليها قوط طماطم، تقطعي عليها جبنه بطماطم، تقدري تحطي عليها زيت زيتون، تقدري تنشفيها وتحفظيها في الشرش بتاع الجبنه الدبل. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ كده، هنجيب الحليب بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه. جبت حله كده يا حبايبي، حله ألمونيوم او حله ستيل زي اللي موجود عندكم، وابتدي اجيب الحليب بتاعي وافضيه. في المرحله ديت انا كنت مشغله الفرن بتاع البوتاجاز، وسايباه قايد. طبعا الكلام ده المرحله دي بعملها قبل ما اشتغل في الجبنه بتاعتي بيومين او 3 ايام. يبقى انا جبت الحليب وفضيته في حله زي ما حضراتكم شايفين وغطيته، دخلته الفرن حامي، وقمت جايه طافيه البوتاجاز وسايبه اللبن بتاعي وما تحركوش ولا تفتحي عليه ولا تزيه لتاني يوم في نفس الوقت. طلعت اللبن بتاعي في تاني يوم في نفس الوقت زي ما حضراتكم شايفين كده. يا دوب شلت اللبن، شلت القشطه من على الوش. شايفين الاتنين كيلو ونص لبن او 3 كيلو لبن طلعوا لي قشطه قد ايه؟ نص كيلو قشطه. شوفوا نص كيلو القشطه بكام بقى؟ القشطه تقريبا ب70 جنيه. وطلعوا لي 2 كيلو جبنه، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا. هاخد بقى اللي شفته بقى حلو ازاي. لما يكون اللبن بتاعك حلو وجايباه من مكان موثوق فيه بيبقى حلو جدا. هبتدي اجيب بقى مصفى كده وطبق زي ما حضراتكم شايفين كده. هي نجلاء جبنه قريش؟ لا، هي مش جبنه قريش، هي جبنه عاديه زي الجبنه التلاجة كده. ف ولو عايزه تعمليها جبنه قريش تقدري تعمليها في جبنه قريش. ننزل بقى كده اللبن بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده في الشاشه، او في حته قماشه بس تكون خفيفه نظيفه طبعا، عاملاها للمطبخ. الم كل الجبنه بتاعتي كده او اللبن بتاعي اللي اتكتل، واحطه في الشاشه بتاعي واسيبه ما شاء الله شويه كده يتصفى. شايفه يا نجلاء؟ نزل الميه دي كلها. تعملي بقى ايه؟ الميه دي هنعجن بيها، تديكي بقى احلى معجنات واحلى بيتزا. بسم الله ما شاء الله. انا دايما ميه اللبن دي انا ما برميهاش خالص، او ميه الجبنه دي بحوشها كده واعملها في اكياس صغيره واطلعها اعجن بيه. اصفي بقى، شوف ال3 كيلو لبن عملوا لي كميه جبنه حلوه ازاي. اصفي بقى، انزل كده، اصفي كويس جدا. طبعا انا كنت مستعجله علشان اكمل لكم الفيديو واصوره. فانت اما تسيب الجبنه بتاعتك تتصفى كويس جدا تديكي نتيجه حلوه جدا. يعني احنا كده خلاص صفيناها. احط بقى طبق كمان تحتها علشان ننزل الميه زي ما حضراتكم شايفين الميه زياده. هاخد الميه دي بقى احطها في كيس فريزر، واحطها في قلب الفريزر عندي لما اجي اعمل معجنات بيه. وده القشطه بتاعتي برضو تخزنيها في الفريزر، تعمليها زبده تاكلوا منها كده بألف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا هي نشفت عشان انا حطيتها في التلاجة. تقدري تكوريها كده وتعمليها تطشي تطشي تخضيها كده بمعلقه ملح، هتبقى عندك زبده، وتقدري بقى تسيحيها تديكي بقى سمنه بلدي كده وبألف هنا وشفا على قلبك. حطي بقى الطبق بتاعك كده وغطيه بقى علشان لو فيها موشه ولا حاجه. وبعد كده بعد مثلا ساعتين 3 كده تبتدي ان انت تفتحي عليه. طبعا انا ما قعدت الساعتين، انا قعدت بكتير خالص ساعه اهوت. وممكن انت تعمليها وتسيبها من بالليل تصفي كل الميه اللي فيه. جيب بقى نص معلقه ملح كده زي ما حضرتك شايفه، او معلقه ملح حسب ما انتوا بتحبوا الجبنه بتاعكم، حادقه او مش حادقه. واسيبها بقى شويه برضو كمان كده سنه كده. شايفه الجبنه متماسكه ازاي؟ اسيبها سنه كمان كده بقى وعبال ما تتصفى سنه كمان كده بعد الملح. وبعد كده نشوف نعمل الخطوه اللي وراها. اشيل بقى اهم حاجه الميه دي ما نرميهاش، اشيل الميه دي كلها ونعينها زي ما احنا اتعودنا. هجيب بقى بولة كده تانية، واجي بقى افتح الشاشة بتاعتي وانزل الجبنة زي ما حضراتكم شايفين كده. نزلت الجبنة كلها اهي.
ده لسه طريه يا نجلاء. ايوه لسه طريه، ما عدتش عليها ساعه، تقدري ان انت تسيبيها اكتر من ساعه. وامسكها بقى، احط لها رشه ملح كمان، وهحط لها قد نص كوبايه لبن بودره. لبن بودره يا نجلاء، ايوه نص كوبايه لبن بودره. مش عايزه اقول لك بقى، اللبن مسك لو فيها اي سوائل هتبص تلاقيها جمدت معاكي، في نفس الوقت اداكي قيمه غذائيه عاليه وطعم حلو جدا جدا جدا. جربي بس ومش هتندمي ان شاء الله. قلب بقى كويس كده، وقلب الجبنه كلها في بعضها باللبن البودره، او تلبسي جوانتي وتعجنيها عجنه كويسه جدا. مش عايزه اقول لك، انا دقتها لقيتها طعمها حلو جدا. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. جربيها ان شاء الله، تحتاجوها في المدارس ان شاء الله، تنفعكم جدا. كام وصفة من الجبن بقى، وان شاء الله اعمل لكم الجبنة الشيدر والجبنة الكريمي بإذن الله قريب برضو، علشان ايه لما ندخل على وصفات المدارس تبقى الجبن موجودة عندكم. وعاملة لكم سلسلة معجنات برضو، كل ايه اللانش بوكس يبقى رايح كده للولاد المدرسة. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليهم يا رب. كل الحاجة اللي فيها تبقى مغذية. ايه رأيك بقى في الجبنة بتاعتي؟ مش عايزة اقولك 2 كيلو جبنة، والله بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. يعني لو وزنتيها على الميزان هتلاقيها 2 كيلو او 2 كيلو لحاجة بسيطة. هجيب بقى كده الطبق اللي انا عايزه الجبنه بتاعتي تتشكل بيه، سواء في قوالب، سواء خرط، سواء قطعه مربعه، والله براحتك. تحطي بقى في علبه مربعه، في علبه مدوره، براحتك. اضغطي بقى كده عشان تطلعي الهواء منها، واضغطي الجبنه بتاعتك كويس جدا. ويستحسن ان انت تحطي عليها تقل. يعني ايه تقل؟ تحطي عليها طبق صغير كده فوق منها، تحطي جوه فوق منها ازازه او اي حاجه، بحيث ان هي تنضغط كويس وما يبقاش فيها هواء خالص. اجيب كيس نايلون كده بقى، او كيس تلاجة، وابتدي ان انا اضغط كده، اضغط جامد، وايه، واساوي الجبنه بتاعتي عشان ما يبقاش فيها هواء او اي حاجه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جربي الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. جبنه يعني سهله وبسيطه واقتصاديه، وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه وموفره. جيب غطا زي ما حضراتكم شايفين كده، وابتدي اضغط بيه اضغط بيه اضغط بيه. بعد كده الغطا طبعا علشان فيه الزرار بتاعه اللي فوق ده مش هينفع احط عليه تقل، هجيب حاجة تانية احطها واحط تقل فوق من الجبنة. اضغط شوية كده، انا كل ما بضغط كل ما بتنزل، كل ما بضغط كل ما بتنزل، وبتطلع الهواء اللي هو في قلبها. هنحطها بقى كده. انا بعمل الكلام ده من بالليل، ادخلها التلاجة بقى كده، وايه ساعة كده وحاجة. تعملي انت بقى، لو انت بتعمليها في البيت تدخليها بقى وتسيبيها لتاني يوم بعد كده تطلعي. ولما تيجي تصفيها في الشاشة، يا تسيبيها يوم كامل، يا تسيبيها اقل حاجة 3 4 ساعات. طبعا انا بعمل الحاجة معاكم بسرعة علشان اطلع لكم النتيجة بتاعتها، فما بتاخدش طبعا الوقت الكافي معايا. يلا بقى كده انا بنزل اهو زي ما حضراتكم شايفين. شوفي كل ما بتتكي كل ما بتنزلي عشان تطلع معايا قطع حلوة كده ومتماسكة. هاخد بقى كده الحاجة بتاعتي دي كلها، العلبة بتاعتي دي كده، واغطيها واروح بيها بقى كده ايه على التلاجة، واسيبها في التلاجة شوية تقعد في التلاجة زي ما قلت لك. يا تعمليها من بالليل للصبح، او من الصبح بالليل، او اقل حاجة 4 ساعات. بسم الله ما شاء الله. ادي الجبنة بتاعتي حاجة كده بسم الله ما شاء الله حلوة جدا جدا جدا. هي لسه طرية، هتجمد شوية. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا الملح بتاعها كويس جدا، يعني محدقة شوية زيها زي الجبنة الدبل كده. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايبي. دي اسمها الجبنة ايه؟ البراميل. جبنة البراميلي. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. دمتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم.